بناء على تضلوات التواصل الاجتماعي، نلخص الجدل المثار حول مسلسل دروب المرجلة وقضية الكلاب على النحو التالي: هو عمل درامي يمني يحظى بمتابعة واسعة، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما فيسبوك، وذلك بعد تداول صور ومنشورات تنتقد ظهور كلاب في بعض المشاهد بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة أو مخلة بقدسية شهر رمضان والقيم الاجتماعية. أبرز نقاط الجدل: اعتراضات الجمهور. تداول ناشطون منشورات تطالب بمحاسبة القائمين على المسلسل، وتحديداً المخرج العلفي، بدعوى إظهار الكلاب في وضعيات اعتبرت مسيئة للذوق العام ولا تحترم خصوصية المشاهد اليمني، خاصة خلال عرض العمل في شهر رمضان المبارك. حملات التضامن الساخرة والغاضبة. ظهرت منشورات تحت وسم تضامن مع الكلب، حيث انقسم المتابعون بين من يلعى في الأمر خطأ إخراجيا فادحا يستوجب الاعتذار، وبين من استخدم السخرية لنقد ضعف التنسيق في بعض المشاهد الجمالية أو الدرامية التي ظهرت فيها الحيوانات بشكل عشوائي في خلفية الكادر، معتبرين أن ذلك يعكس غياب الرقابة الفنية الدقيقة على التفاصيل الصغيرة في العمل. مطالبات قانونية. ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بالمطالبة برفع قضايا تشهير أو محاسبة قانونية، معتبرين أن إقحام مثل هذه المشاهد، سواء كان مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال، يعد استهتاراً بعقلية المشاهد اليمني وأخلاقه الأصيلة. تعد هذه القضية مثلاً قوياً على تأثير منصات التواصل الاجتماعي في مراقبة الأعمال الدرامية، حيث تحول مشهد ثانوي قد يكون غير مقصود إلى قضية رأي عام تطالب بضبط المعايير الفنية والأخلاقية في الإنتاجات الدرامية الرمضانية، مع التأكيد على ضرورة احترام الخصوصية الثقافية للمجتمع في كل ما يعرض على الشاشة، واحترام عقلية المشاهد اليمني.